السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. الفيديو نازل متأخر، معلش سامحوني، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ده يوم من فطورنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض تتبيلة حلوة للسمك. انا زي ما انتم شايفين انا غاسلة السمك كله طبعا ومجهزاه على التتبيلة على طول. حطيت هريسة الشطة وهبتدي اتبل بقى التتبيله بتاعتي كده. احط معلقتين حلوين بقى كبار 3، لان انا هعمل التتبيله للسمك كله مره واحده. حطيت 3 معالق كده من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الكمون، معلقه شطه. حطيت بقى حبه هريسه شطه حلوين كده، وشويه فلفل اسود. اظبط الملح واعصر ليمون واظبط التتبيله بتاعتي كده زي ما انتم شايفينها. الليمون طبعا بكتره، بحب اكتر الليمون في تتبيله السمك قوي. طبعا غسله السمك حلو، عامله له محلول ونقعاه فيه. طبعا غسيل السمك ده حاجه معروفه، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. معايا سمك فيليه، سمك مكرونه، بولتي، ماكريل. هنعمل تتبيله حلوه، هنتبل السمك كله كده مع بعضه. ويا رب طريقتي لتتبيله السمك تعجبكم، ويا رب معلش سامحوني بقى ان انا نزلت الفيديو متاخر. عملت التتبيله زي ما انتم شايفين كده وبقلبها كويس، وهبتدي بقى اتبل السمك بتاعي. غاسله الفيليه ومصفياه كويس او من الميه، وهبتدي اقطعه بقى الاول. عشان خاطر اقطعه قطع كده يعني حسب رغبتك بقى، لان انا هعمله صينيه في الفرن، بتبقى جميله قوي. جربيها وعلى ضمانتي فعلا بتبقى حلوه قوي قوي قوي. صينيه السمك الفيليه يعني حاجه مميزه عندي، لولادي والحبايبي طبعا يعني كلهم بيحبوها بصراحه. زي ما انتم شايفين كده بقطع الفيليه قطع مربعه كده، يعني حسب حريتك بقى في التقطيع. قطعته كله كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اتبل السمك بتاعي برضو. يعني مش هكتر التتبيله لان انا لسه هعمل الخلطه بتاعت الصينيه، التتبيله بتاعت الصينيه نفسها. فبحيق بس السمك كده عشان برضو طعمه يبقى حلو وشارب من التتبيله بتاعته. زي ما انتم شايفين كده باخد قطعه احط عليها معلقه صغيره من التتبيله. وطبعا لما بحطه على بعضه هو بيتشرب كله من بعض. بركنه شويه على بال ما بعمل التتبيله بتاعتي، وببتدي اجهز الصينيه اللي هنعملها. بس كده يا حبايبي تبلت الفيليه كله زي ما انتم شايفين كده. هركنه بقى يشرب من التتبيله بتاعته، وابتدي اخد البولتي عشان اتبله راخر. بجيب صينيه كده وباخد البولتي من المصفى. انا طبعا غاسله السمك كويس قوي زي ما انتم شايفينه، مصفياه في المصفى. عامله له محلول طبعا دقيق وملح وليمون، ونقعاه فتره طويله فيه، ومصفياه بقى في المصفى. وهبتدي اتبل فيه زي ما انتم شايفين كده. باخد بقى حته حته من التتبيله اللي احنا عاملينها، وبمسك سمكايه سمكايه بقى ايه، املاها من بره ومن جوه كده واتبلها كويس، عشان خاطر البولتيه بتاعتنا تبقى متحيقه كده وشاربه من التتبيله بتاعتها. بركنها برضو شويه وهي متبله كده في التلاجة لغايه ما ابتدي اقلي فيها. طبعا احنا في رمضان انتوا عارفين، وبعدين الوقت بيبقى طويل، فانا ببتدي اجهز حاجه حاجه كده لغايه ما اعدي الفطار. قبل الفطار بساعه بالظبط بقلي السمك. بحب ناكله سخن، يعني ما بقلهوش بدري واركنه، لا احنا ساعة قبل الفطار بساعة كده بالظبط بولع على القلية بتاعت السمك اللي هيتقلي. طبعا بروح مولعة عليه، لكن الصينية ببقى عاملاها من قبلها شوية ومشغلة عليها الفرن. زي ما انتم شايفين كده تبلت السمك، بحط له حتة من بره كده عشان يبقى شارب برضو من الملح بتاعه. هاخد المكرونة بقى زي ما انتم شايفين، مكرونة بلدي صغيرة كده جميلة، مغسلاها برضو مصفياها، وهبتدي اتبلها. هاخد حته حته من التتبيله كده واعمل بيها السمكيه بتاعتنا. سمكيه المكرونه دي بتبقى يعني حاجه مميزه قوي، والكل بيحب سمك المكرونه. خدت حبه كده وبروح حاطه في قلبها ومن بره ومن جوه وكله، يعني بقلبها في التتبيله بتاعتها كده كلها. بعمل التتبيله كلها مره واحده عشان ما افضلش كل حاجه طبعا اعمل لها تتبيلتها، لا بعمل تتبيله السمك مره واحده واحيق السمك بتاعي كله لغايه واركنه شويه لغايه ما يشرب من ملحه كده، وبعد كده نبتدي نقليه. بس كده ان هنا خلاص تبلت المكرونه زي ما انتم شايفين. هركنها بقى هي كمان
واخد الماكريل بتاعنا. بس هنا ده الماكريل بقى كده، هنبتدي برضو نحط فيه حتة تتبيلة في قلبه كده من جوه، هنحشيه بالتتبيلة بتاعة السمك، وهعمل له خلطة برضو احطها فيه. انا بحب الماكريل لما بشويه، انا شويه معاكم كتير قبل كده، بس لما بشويه بعمل له خلطة كده وبطلعه من الشواية مغطى طبعا، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. بحط ردة وبشويه في قلب الشواية بمغطى، وبطلعه من الشواية على التتبيلة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. هنا تبلت خلاص الماكريل زي ما انتم شايفين كده، سمكي كله الحمد لله خلاص متبلاه وجاهز على التسوية على طول. ده الماكريل وده الفيليه والبولتي والمكرونة. بس هنا حبايبي بقى دي التتبيلة بتاعت صينية الفيليه. بصلايه كده قطعتها في الكبه زي ما انتم شايفين، وهاخد طماطمايه برضو، طماطمتين صغيرين، طماطمايه كبيره، المهم ما نكترش الطماطم. انا حاطه بصل وطماطميتين صغننين كده، وزي ما انتم شايفين ضربتهم في الكبه وحطيتهم في الصينيه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اعمل الخلطه بتاعته. عندي فلفل الوان متفرز، طلعت كيس كده زي ما انتم شايفين اصفر واحمر، طلعته يا دوبك فك كده، حطيته برضو مش هيجرى حاجة. وهحط معاه بقى قرنين فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي، ونتبل التتبيلة بتاعتنا دي كده، يعني بدعي فيها. حطيت بقى قرن فلفل كده سبايسي او قرنين فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي مع الفلفل الالوان والطماطميتين والبصلايه كبيره، وهاخد يعني عرقين بقدونس كده زي ما انتم شايفين، هقطعهم برضو مع التتبيله بتاعتنا، ومعلقه من هريسه الشطه، مع ليمونتين كده حلوين، ليمونه يعني حسب، انا حاطه ليمون طبعا في التتبيله بتاعت السمك نفسه، فهتحطي ليمونتين بقى في الصينيه مع شويه هريسه شطه، شويه كمون. ظبطي بقى الحياء بتاعك كويس، حطي شويه زيت. المهم التتبيله دي ابداعي فيها كده، لانها فعلا بتخلي السمك طعمه حلو قوي. جهزنا الصينيه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. هنا بحط شويه كمون وشويه فلفل اسود وسنه من الشطه صغيره، يعني ايه، ظبطي الصينيه، ظبطي الخليط ده، لان كل ما هيبقى طعمه حلو، دي معلقه من الثوم، كل ما هيبقى طعمه حلو فعلا هيديك صينيه سمك حلوه قوي. ظبطنا الملح بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. اقلب بقى الخليط كله اللي احنا جهزناه دوت، بصل وطماطم وفلفل الوان وفلفل اخضر وهريسه شطه وتوم وكمون وملح وشويه زيت، وقلبنا بقى الخليط بتاعنا كله كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ارص عليه الفيليه بتاعي. بصوا بدعكه كله مع بعضه كده عشان يشرب من الملح والتوابل اللي حاطينها. وطبعا الفيليه بتاعنا متبل زي ما انتم شايفين. برص بقى عليه الفيليه كده على الخلطه اللي احنا عملناها ديت، او الخليط اللي احنا عملناه ده. بظبط الصينيه بتاعتي طبعا، برص السمك كويس عشان ما يبقاش على بعضه كده. بحاول اظبط السمك فوق الخليط بتاعي على طول، عشان لما تيجي تطلعي كده من الصينيه تطلعي حته بالخليط بتاعها، بيبقى طعمه حلو قوي. بس كده يا حبايبي، ده صينيه السمك الفيليه النهارده. طريقتها جميلة قوي، وفعلا بتبقى سهلة جدا وما بتاخدش وقت. بعد ما خلصتها خالص كده، هحط عليها من فوق الوش كده شوية زيت صغيرين، وتبقى صينية سمك الفيليه جاهزة معانا كده على الفرن على طول. بصوا هي شكلها بيقول فعلا، والله طعمها بيبقى حلو قوي. انا عندي ولادي بيحبوها جدا، وحبايبي اللي بعملوها لهم يعني دايما بيشكروا فيها. بس دي صينية السمك اهي جاهزة على تشغيل الفرن على طول. بحاول اظبط نفسي كده عشان ما اتضغطش لما بيكون عندي حد. بجهز حاجة كده عشان خاطر انجز. هنا دي القمر الدين طبعا لازم افكه قبلها بشوية واحط عليه مية سخنة واسيبه لما يبرد خالص، بيكون هو داب بقى مع نفسه كده، عشان خاطر انا دايما بعمل القمر الدين على البارد. فحطيت عليه ميه سخنه وحركنه، وبعدين اولع عليه. ولعت عليه، حطيت عليه بقى شويه نشا كده على البارد، شويه سكر، شويه فانيليا، وقلبته كويس، ورحت مولعه عليه لغايه ما غلي كده. طبعا انا بنجز معاكم في الفيديو عشان خاطر ما يبقاش طويل عليكم، واوريكم ازاي ترتبوا يعني لما بيكون عندكم حد او عزومه.
ترتبي الحاجة واحدة واحدة كده وما تتبرجليش، مهما كانت الحاجة كتيرة فلما بترتبيها بتنجزي، ما تخافيش يعني الحاجة ما تبصلهاش كده على انها كتير. لا 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 لا، رتبي وقتك هتبص تلاقيكي انجزتي على طول. زي ما انتوا شايفين كده بغرف قمر الدين، وكده بقى خلصنا صينية السمك وتبلنا بقية السمك وعملنا قمر الدين. هنعمل بقى الخلطة بتاعة السمك المشوي. طبعا في الوقت ده انا كنت مولعة الشواية وحاطة السمك وحاطة ردة وحاطة السمك فيه، يعني حاطة ردة من فوق ومن تحت السمكة ومولعة عليه وبجهز الخليط اللي هطلع عليه. حطيت بصل وجزر وطماطم وخضرة، طبعا بقدونس كزبرة، المتاح عندك حطيه، شوية كمون شوية ملح ليمون، شوية خل صغيرين، ظبطي الملح بتاعك والحياء اللي انت بتحبيه. بعد ما عملت الخليط ده كله كده هحط له كوباية واحدة من المية. بعملها خليط ملحلح كده حلو، شوية خل طبعا اهو، خليط ملحلح كده حلو عشان خاطر السمكة تشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها. طبعا انا متبلة قلب السمكية قبل ما احطها، فعملت الخلطة دي عشان احط فيها السمك اول ما يطلع كده من الشوي اروح حطها عليه. حطيت ليمون وخل وظبطت الملح والكمون والليمون وشوية مية زي ما انتوا شايفين كده، وجزر وطماطم وبصل وخضرة. عملت الخلطة كأنك بتعملي سلطة كده، كأنك زي السلطة الخضراء بالظبط. جهزت الخلطة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وكان السمك اتشوى طلعته كده على الخلطة اللي احنا عاملينها. بفضل اقلبها بقى كده على الناحيتين لغايه ما تشرب من الخلطه، واحط الخلطه فوق الوش برضو، يعني باخد من الجناب كده. ودي السمك اللي فاضل هحطه في الشوايه. هنا كنت حشيت قطايف وحطيت حله كده على النار وحطيت فيها زيت، طبعا زودي الزيت شويه عشان القطايف بتحب الزيت الكتير. حطيت حله صغيره عشان الزيت يبان فيها، عشان لو حطيت حاجه كبيره كميه الزيت هتبقى كتيره قوي، فلا حطي حاجه صغيره الزيت هيبقى غويط فيها كده وتعرفي تعمليه. وهنا بقى كنا بنحضر الفطار. ريهام عروسة محمود كانت بتصور بسرعة لان انا ما كانش عندي وقت، وكنت واقفة في المطبخ طبعا بغرف الاكل زي ما انتم شايفين كده. وده كان نهاية الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني، وهستنى رأيكم في التعليقات.